النادي الأهلي يلاقي أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية يوم 1 فبراير. الحقيقة السؤال هنا، هل النادي الأهلي مستعد لكأس العالم للأندية؟ الإجابة لأ. النادي الأهلي غير مستعد تماما إنه يروح يلعب كأس العالم للأندية في ظل المستوى المتدني للاعبيه في الأيام اللي فاتت. طبعا مجلس إدارة الأهلي لا جاب صفقات ولا جاب الاحتياجات الفريق اللي كولر قال عليها، إذا كان هو عايز مهاجم أو جناح أيسر. ما جابش كل الاحتياجات اللي كولر قال عليها. طب هل مجلس إدارة النادي الأهلي يعلموا إن ماتش أوكلاند سيتي لو أنت خسرت فيه هتروح؟ يبقى أنت رايح كأس العالم للأندية عشان تلعب ماتش بس وتروح. طبعا الكلام ده كله جمهور الأهلي مش هيبقى راضي بيه، مش هيبقى راضي بيه إن الأهلي يروح يلعب ماتش ويرجع. فأتمنى إن النادي الأهلي ينجز الصفقات إذا كان في صفقات أساسا، خصوصا إن سوق الانتقالات بتاع يناير ضيق، ما بيبقاش فيه لعيبة كويسة. كل اللعيبة اللي تبقى متاحة في يناير اللعيبة اللي مالهاش عقد، اللعيبه اللي مستواها متدني في فرقها، فالفريق بتاعها عايز يخلص منها. فطبعا ده كله ده انت مش هتلاقي في لعيبه كويسه في يناير تلاقيه تنفع تلعب بيها. اتمنى ان ربنا يخلف ظني والنادي الاهلي يعرف يجيب صفقات، لان فعلا انت مش هينفع تروح تلعب في كاس العالم للانديه بظل اللعيبه اللي عندك دي، سواء كان محمد شريف ولا الاشكال اللي الواحد بيشوفها وبتضيع فرص بطريقه مستفزه يعني.